السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع من أمس يعني خصوصا بعد نهاية مباراة المغرب، وهو اللي لفت انتباهي شوي خصوصا في تعليقات اللي توصلني على انستغرام. في ناس يجيبون تعليقي على مباريات المغرب، خصوصا مباراة المغرب والبرتغال، لما يقول طالت خلوها ما ادري شنو، ويضحكون علي انه يلا خلي المغرب تنفعك ويلا ما ادري ايش، وينهم المغاربه وطلعوا المغاربه وايش شرب يا خليل. والله العظيم توصلني تعليقات من هذا النوع، يعني ناس يعني كانوا سبحان الله مقهورين من فوز المنتخب المغربي خصوصا على البرتغال. يعني انا اتكلم، خلونا نكون صريحين وواضحين، يمكن يكونون ناس متضايقين من خروج المنتخب البرتغالي وخروج كريستيانو رونالدو من البطولة، فكانوا فرحانين أمس بخسارة المنتخب المغربي، والله يا خليل وينك وخلي ينفعونك الحين فأنا استغرب من مثل هذه العقليات. يعني طبعا هو في النهاية يحق له يشجع كل منتخب، أي منتخب أنت تبيه وأي لاعب أنت تبيه يحق لك أنك أنت تشجعه، بس لا تجي تلومني اني انا فرحت واستانست على فوز المنتخب المغربي وتأهل المنتخب المغربي لدور نصف النهائي. طبعا انا اتكلم عن يعني البعض، وهذا البعض نسبة قليلة جدا، لكن دائما يعني في بعض الامور اللي هي خارج القاعدة، دائما خارج القاعدة. وطبعا هذول لا يمثلون إلا أنفسهم ويحق لهم، لكن ما تجي تتشفى في خروج المنتخب المغربي الحين، يعني لأنك أنت خسرت منتخبك أو خسرت لاعبك المفضل. ولا تعتقد في يوم من الأيام أيا كان الخصم ضد أي منتخب عربي اني راح اوقف مع الفريق الاخر. لو منو يكون فيه الفريق الاخر ما راح اوقف معاه ضد منتخباتنا العربية. اي منتخب يواجه منتخب عربي فصفنا ووقفتنا وتعليقنا ما راح يكون الا لصالح المنتخبات العربية. نعم حق المشاهد الحياد، لكن في بعض الامور ما فيها حياد. لحظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع من أمس يعني خصوصا بعد نهاية مباراة المغرب، وهو اللي لفت انتباهي شوي خصوصا في تعليقات اللي توصلني على انستغرام. في ناس يجيبون تعليقي على مباريات المغرب، خصوصا مباراة المغرب والبرتغال، لما يقول طالت خلوها ما ادري شنو، ويضحكون علي انه يلا خلي المغرب تنفعك ويلا ما ادري ايش، وينهم المغاربه وطلعوا المغاربه وايش شرب يا خليل. والله العظيم توصلني تعليقات من هذا النوع، يعني ناس يعني كانوا سبحان الله مقهورين من فوز المنتخب المغربي خصوصا على البرتغال. يعني انا اتكلم، خلونا نكون صريحين وواضحين، يمكن يكونون ناس متضايقين من خروج المنتخب البرتغالي وخروج كريستيانو رونالدو من البطوله، فكانوا فرحانين أمس بخسارة المنتخب المغربي، والله يا خليل وينك وخلي ينفعونك الحين فأنا استغرب من مثل هذه العقليات. يعني طبعا هو في النهاية يحق له يشجع كل منتخب، أي منتخب أنت تبيه وأي لاعب أنت تبيه يحق لك أنك أنت تشجعه، بس لا تجي تلومني اني انا فرحت واستانست على فوز المنتخب المغربي وتأهل المنتخب المغربي لدور نصف النهائي. طبعا انا اتكلم عن يعني البعض، وهذا البعض نسبة قليلة جدا، لكن دائما يعني في بعض الامور اللي هي خارج القاعدة، دائما خارج القاعدة. وطبعا هذول لا يمثلون الا انفسهم ويحق لهم، لكن ما تجي تتشفى في خروج المنتخب المغربي الحين، يعني لانك انت خسرت منتخبك او خسرت لاعبك المفضل. ولا تعتقد في يوم من الايام ايا كان الخصم ضد اي منتخب عربي اني راح اوقف مع الفريق الاخر. لو منو يكون فيه الفريق الاخر ما راح اوقف معه
ما راح اوقف معاه ضد منتخباتنا العربيه. اي منتخب يواجه منتخب عربي فصفنا ووقفتنا وتعليقنا ما راح يكون الا لصالح المنتخبات العربيه. نعم حق المشاهد الحياد، لكن في بعض الامور ما فيها حياد. لحظة.